مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النيل الثقافيه، اهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده من حلقات الاجيال تاتيكم على الهواء مباشره بعد فتره توقف طوال شهر رمضان الكريم، ومن بعد حتى الان هذه اولى الحلقات من الاجيال. مره اخرى اجدد الترحيب بكم واعيد عليكم فكره هذا البرنامج الذي نبتغي من ورائه ان نرصد العلاقه بين الاجيال الادبيه والابداعيه المختلفة. دائما هناك تواصل، دائما نسعى وراء إثبات هذا التواصل. إنه من لا جذر له لا فرع له بالتأكيد. إذا لم تكن هناك هذه العلاقة بالتأكيد سيضمر الإبداع وسينعدم. هذا ثابت في اعتقادي الشخصي، ولذلك دائما في برنامجنا الأجيال نحاول أن نلتقط هذه العلاقة وأن نلقي الضوء عليها، وأن نؤكد على هذا الدور الكبير الذي تلعبه دائما علاقة التواصل بين الأجيال الإبداعية المختلفة. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء نعود مرة أخرى إلى عالم الشعر، وهو العالم المثير والغامض والذي يشد الكثيرين إليه بخطى حثيثة. عالم الشعر والموسيقى والإيقاعات الجميلة، عالم الشعر، الشعر الذي يطهر النفوس. دائما في هذه الحلقة نتوقف أمام شاعرين من الشعراء الذين يكتبون شعرا متميزا لأبعد الحدود على الرغم من اختلاف الأجيال بينهما. فواحد منهما من مواليد 1954 والثاني من مواليد 1970. 16 عاما تفرق بينهما، ولكن في النهاية هما يسيران على نفس الدرب ويبتغيان نفس المنهج والرؤية تقريبا متوحدة، على اعتبار أنهما أو أن الأول الأكبر في السن قاد خطى الثاني نحو عالم الشعر وحاول أن يضيء له الطريق أمامه. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء يسعدنا أن يكون معنا الشاعر الكبير الأستاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي. ومشاهدينا الكرام، بعد أن اطلعنا على السيرة الذاتية للشاعر الكبير الأستاذ رفعت المرصفي، معنا أيضا في هذه الحلقة واحد من الشعراء الشبان الذين يتمتعون بحس راقي جدا في كتابة الشعر، وتميز تميزا واسعا في العديد من المجالات الإبداعية. فهو يترجم ويكتب المسرحية الشعرية، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإبداع الشعري والكتابي بشكل عام. مشاهدينا في هذه الحلقة يسعدنا أن يكون معنا الشاعر عبد الناصر الجوهري.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. اسمحوا لنا في بداية هذه الحلقة من الأجيال أن نرحب بضيفينا في الاستوديو الشاعر الكبير الأستاذ رفعت المرصفي والشاعر الشاب الجميل عبد الناصر الجوهري. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. يعني أعتقد أنه في حضرة الشعر لا يجوز أن نبدأ بغير الشعر، يعني فدعونا نسمع في البداية قصيدة من الشاعر الأستاذ رفعت المرصفي. اسمح لي أقدم قصيدة من ديوان العشق رائحة البحر بعنوان مدينة. أيتها المدينة التي دخانها دمي وعطرها رخام مستباح، مشتت على حروف النزيف والرغيف والمشتهى، تلوكه الموائد المرصعات بالنهود والنقود والعطايا. أيتها المدينة المدينة، الليل جدار الفقراء الشعراء العابدين الذين ينامون على أرصفة الجمر، يلوكون حروف الجمر، يقيمون جسورا من زبد الحلم وحناء الفجر وطمي الروح. أيتها المدينة التي عطورها جروح. ويعني بعد هذه القصيدة الجميلة من الشاعر الأستاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي، سيسعدني بالتأكيد أيضا أن أستمع إلى قصيدة من الشاعر الجميل عبد الناصر الجوهري. تفضل. قصيدتي بعنوان بكائية أخيرة لأعرابي. اسمع يا طير الوادي، أول آت من رحم العتق سنحتكم إليه، من عقر جوادي، من سرق قميص الفجر المنشور على حبل عروبتنا، من قتل الحادي، وقوافل إطناب جاثية في مرفأ أجدادي، وشغاف العجب على الرمل جريحا، والحلم ترى مذبوحا في كوخ الأعياد، ومعلقة من كبلها في عرض الصحراء، ومن خرب توريتي وبدد كل الأوتاد. ها أعشاش المسلوبة تهجرها أسراب الصحو، قبيل محاصرة نوارس قدسي وعنادل بغداد. اسمع يا طير الوادي، هب أنك لا تعلم قاموس النجدة، أو حتى لا تدري سر الإبحار إلى الأمجاد. انظر في كل تقاسيم الأرض القحطانية، انظر في كل تقاسيم الأرض القحطانية. أمي من خلف جدار الفصل تنادي، إن كنت صحيحا لا تخشى غيمات الخوف وأفخاخ الصياد. امنع عني المارنزا الآبتشي، لا تجعل قافيتي صوتا للجلاد، وتذكر أني كنت أقاتل من أجلك في نفس الأصفاد. جميل. يعني إشارات كثيرة جدا خرجت شخصيا بها من القصيدتين، وأعتقد أنه الحس حس شعري، حتى ان لم يكن نفس الموضوع اللي كتبته فيه حتى في القصائد اللي اخترتوها انتوا الاثنين، هو حس قريب جدا من بعضه. ده بيردني الى السؤال اللي عايز افتتح بيه اسئلتي النهارده في الحلقه عن النشأة. الاستاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي من قرية بالقليوبية، قرية مرصفة، كمان عبد الناصر من دكرنس محافظة الدقهلية. هذه النشأة الريفية التي نشأتما من خلالها، أعتقد أنها ملمح مهم وقاسم مشترك بينكم. نعم بالتأكيد، القرية بتلعب دور هام جدا وأساسي في تركيبة رفعت المرصفي. فالقرية هي التي نهلت منها البدايات الأولى في اللغة وفي الكتاب وفي مدرسة مجمع مرصفة الابتدائية وفي كتاب الشيخ عفيفي نصر رحمة الله عليه. هذه كانت الإرهاصات الأولى التي شكلت شخصية رفعت المرصفي الشاعر، والتي ما زلت حتى الآن أنهل منها بشكل مكثف وبشكل كبير جدا. ما زالت مرصفة في تكويني وفي أوردتي وفي شراييني حتى الآن.
يمكن أن أنسى تفاصيل أخرى في حياتي، ولا يمكن أن أنسى مرصفة تحديدا، ولا تركيبتها ولا مقوماتها المتكاملة يعني. أنا هرجع مع حضرتك تاني لعلاقتك بقريتك اللي يعني تحطنا على المسار مع تجارب شعراء كبار آخرين ارتبطوا جدا بالمكان اللي نشأوا وعاشوا طوال حياتهم فيه. بس قبل كده عايز برضو أتوقف مع عبد الناصر قليلا مع ظروف نشأته في ديكرنس بالدقهلي. والله الجد الأول طبعا نزح يعني من الشام إلى مدينة السيرو بمحافظة. لا أنا عايز نشأتك أنت في ديكرنس، مش نشأة شجرة العائلة. أنا هوصل للنقطة دي إن شاء الله يعني. بس على طول يعني الوالد طبعا نزح من مدينة السيرو إلى مدينة ديكرنس، والوالدة رحمة الله عليها طبعا نزحت أيضا من قرية شوها بالمنصورة، مدينة المنصورة إلى ديكرنس، والتقى طبعا الحبيبان أو الجمعان يعني. فكانت النشأة في ديكرنس، وفي حارة الجبارنة، حي معروف طبعا أصل البلد كلها، شارع الجبارنة بديكرنس. كانت النشأة طبعا في الحارة طبعا، لكن الجذور الريفية كالعادة يعني. وهذه الحارة اجتمع فيها طبعا الحرف اليدوية، النقش على الخشب، النقش على الزان، السعف الجريد، صناعة الأقفاص الجريدية المعروفة، الخيل العربي الأصيل. طبعا كانت حارة جميلة طبعا، الإنشاد الديني التصوفي. فطبعا هذه شارع الجبارنة طبعا كان ملم كل ده، كل ده أثر في تكوين الوجدان طبعا. وأنا شايف إن الحارة يعني برضه لها تكوين مهم جدا في حياتي الأدبية، ولولا هذه الحارة ما خرجت، لأني مكثت فيها 20 عاما يعني في الحارة طبعا. وكانت نتاج جميل بين هجرة للوالدة أو هجرة للوالد، وحتى والدي كان في تجارة الخيول، كان يتاجر، الجد الأول هكذا يعني. فتأثره حتى بالخير العربي حتى في معظم أشعاري يعني، لأن الجد الأول كان بيتاجر في الخيول، نزح من الشام. فأنا شايف إن كمان موضوع البيئة كانت مؤثر مهم جدا. البيئة اللي كنت فيها بيئة كانت بسيطة جدا وضعيفة يعني. يعني مسألة التأثير البيئة المحيطة بالأديب أو بالشاعر على وجه التحديد شيء مهم فعلا جدا، مهم جدا، لأن البدايات بتظل عالقة بذهن المبدع يعني إلى ما لا نهاية. يستطيع المبدع أن ينسى تفاصيل حديثة في حياته، ولا يستطيع أن ينسى البدايات، النشأة، التكوين، المكونات الرئيسية لشخصية المبدع لا يمكن أن تنسى، وتظل هي المؤثر الأهم في تجربته الإبداعية. يعني كلنا عارفين طبعا تجربة بدر شاكر السياب مثلا مع قريته. وكتب عنها الكثير من القصائد، وغيره كتير من الشعراء اللي ارتبطوا جدا بالبيئة اللي نشأوا فيها. هذه البيئة مؤثر رئيسي على الشاعر. نعم. ده عبد الناصر الكلام ده. طيب انا شايف كمان انه في خيط متين جدا بيربطكم ببعض كمان من ناحية الانتماء الى الاقاليم. هذه القضية الكبرى اللي بتتفجر طوال الوقت، وكثير من مبدعين الأقاليم بيشتكون من قلة الضوء الملقى عليهم، ومن العنت اللي يلقونه في مسألة نشر أشعارهم ونشر إبداعاتهم. أعتقد أن المسألة اتغيرت شوية عن قبل كده. نعم، وده رأيي الشخصي، مش عارف رأي حضرتك إيه. لا، هي تغيرت كثيرا. كان هناك دائما في الماضي شكوى من أن أدباء الأقاليم لا يأخذون حظهم من الضوء ومن الأضواء ومن الإعلام. لكن الحقيقة في المرحلة الأخيرة حتى على مستوى اتحاد كتاب مصر، كان مركزية الاتحاد في القاهرة كانت بتمنع معظم أعضاء الاتحاد في الأقاليم من التفاعل مع هذا الاتحاد. حضرتك عضو في اتحاد الكتاب، وعبد الناصر كمان عضو في اتحاد الكتاب. لكن بعد إنشاء مراكز الاتحاد الكتاب في معظم أقاليم مصر، أصبح هناك تفاعل متوازي بين كل الأجيال وبين كل الأقاليم. أيضا كان هناك ما يسمى بمؤتمر أدباء الأقاليم. لا، ألغيت هذه التسمية الآن، وأصبح يسمى مؤتمر أدباء مصر. إذا ليس هناك فرق بين إقليم وآخر أو بين القاهرة وأخرى. صحيح القاهرة بتحظى ببؤرة الضوء الأقوى نظرا لأنها العاصمة بلا شك، لكن معظم العواصم الأخرى أصبحت تتمتع بنفس القدر من الضوء. معنا على التليفون أستاذ عبد المجيد عسكر، أهلا بيك.
اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ رفعت؟ اهلا استاذ عبد المجيد، ازي اهلا حضرتك؟ بيك واهلا بكل المرصفيين ده الادباء والمبدعين. عبد المجيد عسكر المرصفي. نعم. ايوه يا استاذ رفعت، والله احنا حضرتك ده طبعا منور التلفزيون يعني، واذا كان بنتكلم دلوقتي على انتشار الثقافه او ان الادباء الاقاليم بيشكوا من عدم وصولهم بالثقافه او المنافذ الثقافيه، فحضرتك طبعا ما اعرفش يعني تأدبا من حضرتك انك مش تقول بانك عامل صالون في مصطفى وبتنقل لينا شعراء من القاهره، وكان اخرهم الاستاذ الحسين عمر والاستاذ هلا فهمي، كان اخرهم كانوا موجودين. نعم. وان حضرتك من خلال الصالون اصدرت برضه مجموعه من الكتب. طيب يعني استاذ عبد المجيد، انا طبعا دي نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها مع الاستاذ رفعت. لو في اي سؤال من حضرتك عايز تساله ممكن نسمعه. لا احنا بس يكفينا بس بان هو نقول ان الاستاذ رفعت بيحب البلد جدا، ويمكن صور حتى الحب دوت في الديوان اللي هو بتاع الله عليك يا زمان الطيبين، اللي هو بيصور فيه الكتاب بتاع سيدنا الشيخ عفيفي ومدرسه مصطفى. احسن تصوير لما بيوصف ادوات الحبر والقلم والكتاب والممسحه ونمسح بالجلابيه، فالكلمات الجميله اللي هي بيعبر بيها عن نشأته وعن بلده، اللي هي فعلا ما اعرفش يعني اللي هي استاذ رفعت البلد ديت كلنا بنعشقها لدرجه ان احنا جميعا بنسمي نفسنا مراسفه، واختلط الامر عند الكبار ان هي عيله واحده. انا بشكرك جدا استاذ عبد المجيد، وبحييك وبحيي بقيه اهل مرصفه كلهم على هذه الروح الجميله وارتباطهم القوي ببلدهم. هنقف عند الصالون الادبي. الاستاذ رفعت عنده يقيم صالون ادبي بقريته مرصفه. بس قبل كده يعني ارجع تاني للنقطه اللي كنت بتكلم فيها عن معاناه ادباء الاقاليم. هذه المعاناة التي كانت موجودة في يوم من الأيام، هل ما زال عبد الناصر الجوهري يجدها ولا المسألة اختلفت؟ طبعا يعني كان في البدايه طبعا كانت صعبه جدا. يعني احنا جينا نبص مثلا يعني ابو شرب بن برد مثلا كان تربى على انا بسالك سؤال دلوقتي تقوم انت مرجعني كل مره بعمل مفارقه بس مين اللي يعني طبعا لا براحتك يا انت تجيب زي ما انت عايز، بس انا حبيت اعلق على اللي انت بتعمله فيا. اذا كان يا استاذ محمود بشار بن برد اصلا كان تربى على ايد 80 من عظماء بني عقيل في اللغه، فصحاء وعرب بني عقيل في بدايه البصره. انا لم اجد هذه التربيه، لم ادخل كتابا حتى في اللغه العربيه، فكان البيئه صعبه جدا. يعني في الاقاليم عندنا يعني انت عشان تطلع كشاعر صعب جدا. اذا كان بشار بن برد لقى يعني اهتمام ولقى عناه، رغم هذا شاعر فصيح في العصر الحديث، انا مشفق عليه جدا، وخصوصا ان طبعا العاميه اللهجه هي الرسميه في الشارع، هي اللهجه السائده. فانا كنت في عزله حتى جوه حارتي، كنت لا استطيع ان حتى القي قصيده للصديق لي غير متخصص. طبعا الاستاذ رفعت طبعا القاهره جيت له طبعا وقعدنا مع بعض، بدا نشتغل مع بعض يعني. لكن البدايه طبعا صعبه في الاقاليم. انا مشفق على اي شاعر فصيح، طبعا لازم معاناه، لازم الضربه. بس بقى في دلوقتي نشر اقليمي، وفي دلوقتي المجلات يعني اعتقد بتبقى بتعتني جدا بنشر الادباء الاقاليم، زي مجله الثقافه الجديده، مجله المحيط الثقافي، في غير والله لولا استاذ محمود لولا يعني ادب الجماهير في المنصوف الدقهليه عندنا طبعا الاستاذ فؤاد حجازي طبعا الاديب الكبير، لولا هذه الظاهره الجميله وهذه الشمعه المضيئه في حياه ابناء الدقهليه ومبدعيها، لا كانت الموضوع اختلف تماما يعني. يعني فؤاد حجازي هذا الرجل الطيب الصالح يعني المبدع الجميل هو الذي احتوى الجميع يعني. فنتمنى تجربه ادب الجماهير تستمر لكل الاقاليم الثانيه. اعتقد كمان ما لحقتش انت مجله الرفعي مثلا. لا كانت مجله مهمه جدا. الرفعي كانت وادب الجماهير طبعا الاشار اليه. كانت مجله قيمه، لكن هناك مجلات متعدده الان للاقاليم. اعتقد كل قصر ثقافه أصبحت له مجلة مستقلة، وأصبح هناك سلسلة للنشر في كل قصور الثقافة اللي هي سلسلة نشر أدباء الأقاليم، وأصبح هناك حتى فروع اتحاد الكتاب في الأقاليم الآن لديها سلاسل للنشر، هنروح الأزمة يعني مش عاوز أقول إن الصورة مشرقة بشكل كامل، لكن المشكلة خفت حدتها، بس تحسنت كثيرا لكي نكون منصفين الحقيقة للجهود
المبذولة من مختلف الجهات والهيئات. طيب فكرة الصالونات الأدبية فكرة قديمة جدا وطول الوقت موجود، حتى وإن خفت صوتها في الفترة القليلة الماضية. مش ما عدناش بنسمع عن صالون مؤثر وفعال قوي زي ما كنا بنسمع مثلا زمان، أو قرينا طبعا صالون العقاد أو غيره من الصالونات المشهورة في فترة من الفترات. دلوقتي المسألة خفت يعني حدتها شوية. إيه السبب؟ وإيه اللي خلاك، إيه اللي دفعك إلى إنشاء صالون أدبي بمرصفة؟ يا ربما تكون الحدة خفت إلى حد ما نظرا لاختلاف الزمن. نحن الآن أصبحنا في زمن متعدد روافد الثقافة تعددت كثيرا. أصبح الهواء يغص بالقنوات الثقافية الكثيرة من كل صوب يعني كما يقولون، فأصبح هناك نوافذ كثيرة لطرح الثقافة أو لطرح مفهوم الثقافة وتفريعاتها المختلفة. ربما يكون هذا أحد الأسباب، لكن اللي دفعني بقى لإنشاء الصالون الثقافي الحقيقة في مرصفة، اللي أنا بأصر على تسميته بالصالون الثقافي لمرصفة وليس صالون رفعت المرصفي، إنه أنا رأيت إنه في مرصفة حركة ثقافية جيدة ومبدعين على قدر كبير من الوعي والنضج، وكانوا يعانون الكثير. حينما كنت أقيم ندوة في القاهرة كانوا يأتون إلي من مرصفة بالعشرات هنا لكي يحضروا الندوة في القاهرة ثم يعودوا مرة أخرى. هذه كانت حقيقة. فالحقيقة فأشار علي الحقيقة الأصدقاء، ولقيت الفكرة فعلا فكرة طيبة، إن أنا أقيم صالون ثقافي في منزلي وأستضيفه في منزلي، وأصبح ما يخرجون له للقاهرة أأتي به إليهم في مرصفة، من رواد الثقافة والشعر والأدب، القامات الكبيرة التي ينظرون إليها من خلال شاشات التلفاز ومن خلال الصحف، أصبحوا يجالسونها في القرية في مرصفة، يتحاورون معها، يستمعون إليها، الضيوف يستمعون إلى إبداعاتهم ويحاولون ده بينمي الوعي عند المتلقي اللي موجود، وكمان بيوطد العلاقة بين الأجيال بين الأجيال وبين الإبداع، ويعطي دفعة مستمر بالصحيح، ويعطي دفعة معنوية للأجيال الشابة حينما يجد أن قامة كبيرة كعبد المنعم عواد يوسف مثلا، أو فؤاد حجاج أو سين أو صاد أو أحمد سويلم أو محمد إبراهيم أبو سنة يستمعون إلى إبداعاتهم ويستحسنونها ويقدمون النصح والإرشاد إليهم. يتولد في نفسية المبدع الشاب قدر كبير من الثقة، مما يدفعه إلى المزيد من الإجادة، ومما يدفعه إلى المزيد من السير قدما على درب الحياة الثقافية الحقيقية أو الصحيحة. عبد الناصر، أعتقد أنه استفدت أنت بشكل مباشر من التجمعات الثقافية دي. طبعا هي يعني إذا كان في قصر الثقافة، إذا كان يعني أعتقد أنه البدايات دايما بتبقى للمبدعين اللي موجودين في الأقاليم، بتبقى من خلال قصر الثقافة، بس من خلال الجامعات، الكلام ده. بس طبعا لابد المبدع أن ينتبه، يعني المبدع الجاد يعني الحقيقي ممكن تأخذه مثلا يعني يأخذه الوهم مثلا ويظن أن نادي أدب ما في قصر ثقافة ما، هذا النادي لديه ندوات جيدة وجدية في التعامل مع المبدعين، ولما إذا لم ينتبه أن هذا مضيعة الوقت مثلا، عليه أن ينتقل لنادي أدب آخر جد في الإبداع وفي النقد وهكذا. فمعظم المشكلة اللي معظم المبدعين الشباب يقعوا في الفخ ده، فخ اللي أنا يعني أسمع لأي حد. لابد ان انا فعلا اتصدى الابداعي، ناقد مؤهل او شاعر مؤهل له ادواته حتى ياخذ بيدي الى الطريق الصحيح. يعني نتكلم مثلا في خطوه ايجابيه جدا انا فرحان بها بصراحه، اتحاد كتاب مصر بدا ينتقل الاقاليم، يعني بدا في انشا فروع في الاقاليم، فدي كانت مهمه جدا. الاتحاد بالذات اتحاد مؤهل طبعا بقيادته طبعا والادباء اللي فيه، فيتصدى الموضوع، احتضن الشباب حتى اللي مش اعضاء في الاتحاد، فكان خطوه جميله جدا. حتى في عملوا حركه طبعا بقت توازي اسبوعيه على طول، طبعا مره واثنين كمان في الاسبوع، بقت توازي حتى انديه الادب في قصور الثقافه عندنا. طبعا المشكله نوادي الادب عندنا في الاقاليم الشلاليه مسيطره، يعني اذا كنت كمبدع ما انتش ضمن الشله او ضمن المجموعه، طبعا انت هتقابل برفض ومحاربه قاسيه جدا. فانا مش طالب ان الشاعر هو تصطدم بشلاليه ما، ولكن يكون عنده شيء من الذكاء والمرونه، اللي هو يعرف ازاي يوصل ابداعه ويحاول يلح.
انت بتخلينا نروح لقضيه مهمه جدا، قضيه الشلاليه دي. طبعا يعني اذا كان عبد الناصر بيتكلم عن الشلاليه في اطارها الصغير او في صورتها المصغره بالنسبه لنوادي ادب او بتاع، فاعتقد ان الشلاليه بشكل اكبر او في درجه اعلى منها فرضت في وقت من الاوقات على اسماء مبدعة كبيرة. نعم. الانزواء وعدم الالتفات إلى إبداعها الرائع، إبداعها الجميل، بسبب أنهم مش مرتبطين بشلة ما، مش مرتبطين بمصالح معينة مع صانعي القرار في عالم الأدب. ما ننكرش أن هناك، ما حدش يقدر ينكر أن هناك ناس بتقدر لها صوت مهم ومؤثر في, نعم. في الساحة الأدبية. إذا كتب عنك دراسة نقدية فأنت بيلتفت إليك بشكل كويس جدا، لأنه هو اسمه مهم في الحركة الأدبية والحركة النقدية. صحيح. شايف إنه ده انكسر ولا لسه ما زلنا في نفس الإطار؟ هو موجود بشكل نسبي، لكن يجب أن نؤكد على نقطة، وهي أن المبدع الجيد والإبداع الجيد وإن تأخر قليلا إلا أنه يستطيع أن يفرض نفسه على أي مستوى. يعني على هدي مثل بعبد الناصر الجوهري. عبد الناصر الجوهري وهو شاعر يشتكي من قضية الشلالية، إلا أنه استطاع بعد ذلك أن يثبت وجوده وأن تصدر له إصدارات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال النشر الإقليمي زي المسرحية بتاعتك يا أستاذ عبد الناصر. استطاع أن ينشر من خلال سلسلة أدب الجماهير بقيادة الأستاذ الأديب فؤاد حجاز. أنا عايز، مش عايز أقف عند النشر ده بس، لا أنا عايز أقول، كنت بقصد بكلمة الشلالية والكلام ده، كام واحد كتب عن عبد الناصر الجوهري، وكام حد قدمه للساحة الأدبية في مصر؟ ده دور النقد بقى يا أستاذ محمود. النقد هننتقل إلى قضية أخرى بقى، وليست قضية الشلالية، وهي الدور الحقيقي للناقد. هل الدور الناقد أن ينقد ما هو منقود عشرات المرات من قبل؟ أو بمعنى آخر هقولها بشكل بسيط، يعني هل على الناقد أن يعني يلمع في المتلمع مثلا؟ خلينا نقولها بشكل ما بينتبهش إلا للناس الكبار، المتحققين واسمهم في السوق موجود. يعني هو يجب على الناقد أن يكون هناك توازن بين ما يقدم من نقد للأجيال اليافعة وما يقدم من نقد للأجيال الشابة. فيجب أن يعني ياخذ كتاب بالتوازي، كتاب لشاعر شاب مع ديوان لشاعر كبير كده. ده أنا أعتقد مسألة لازم تكون ده دور ملقى على الناقد بشكل إنساني وبشكل شخصي. طيب احنا معانا تليفون أستاذ عواد، محمد عواد، أهلا بيك. الو استاذ عواد اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. اكلم الاستاذ رفعت المرصفي. بيسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ عواد، اهلا بيك. سعادتك انا قريت لحضرتك بعض الاصدارات زي اسكوريني، قلوب شاعره، الملتقى الشعري، نعم، همسات البحر، في معيه الله، شروق والقمر. ده بعض اصدارات لحضرتك انا قريتها، ولاحظت ان في معظم كتاباتك اتجاهاتك دينيه. وفي سنه رابعه تقريبا ابتدائي موضوع اهل رمضان. ليه حضرتك ما تعملش اكتر من حاجه تنزلها للطلبه، خصوصا الاتجاهات والكلام سهل جدا وكلماتك يعني يسيره، ويعني الصغير والكبير بيقدر يفهمها بسرعه. انا بشكرك جدا يا استاذ عواد. العفو يا فندم. هجاوب على حضرتك يا استاذ عواد. اتفضل. بالنسبة للحس الديني للأستاذ عواد، الحقيقة حسه في معظم دواوينه، ما هو مردوده للقرية. ما هو التشبع الديني اللي احنا تشبعناه في القرية في القدم هو اللي ما زال بينضح حتى الآن في كل كتاباتنا. أنا حينما أكتب قصيدة لا أقصد ولا أتعمد أن أظهر فيها الحس الديني، ولكن الحس الديني بيظهر بشكل تلقائي نتيجة النسيج اللي يعني القصيدة بقى ملتصق، بقى شيء ملتصق برفعت المرصفي نتيجة النشأة الأولى من خلال القرية. طيب. اللي شبعتنا أنا عايز أسمع بالإحساس الديني. عايزين نسمع قصيدة تانية من عبد الناصر الجوهري. أعتقد إنه الشعر يعني هيقول لنا عبد الناصر متأثر بإيه؟ نعم طبعا يعني طبعا تأثري كان من أول بدايتي كان طبعا الأستاذ رفعت المرصفي طبعا يعني كان له قصيدة معروفة جميلة يعني بحب اسمعها منه دايما يعني. يا زهرة البحر ما للبحر أزهاره، خلينا وما لغرس النوى بالشط أعصاره،
قصيده دي هنسمعها شكلني طبعا يعني. هنسمعها منه اكيد. في قصيده بعنوان خاصه بي يعني، بعنوان من ديوان الرابع برضه، لا عليكي. قصيده بعنوان بقايا اشعار الهاربه. لي في هذا الكوكب، لي في هذا الكوكب ما ليس لسرب حمام هزيل، لي قلب أتعبه قهر الأيام، ولي حلم قتيل، وبلاد أرقها خجل العتق الباسق، وظل الورد النبيل، لي إرث منسي وبقايا أشعار هاربة للوادي، خوفا من وطن بديل، لي شيبي النازح من حر التجوال، يخاف مصادرة الهديل، لي أفراخ خلف الأسلاك الشائكة يداعبها المستحيل، يا بارود المارنز المشتعلة، يا بارود المارنز المشتعلة بأجراني، كن بردا وسلاما قد أن النخيل، هل تقدر أن تبتز حدائي أو تمنع عن صحوي عجبا ونيل. جميل. عبد الناصر الجوهري، يعني مهتم انت قوي بالقضايا العربية والانتكاسات العربية التي تحدث طول الوقت. الشاعر طبعا هو ناقد للمجتمع الذي يعيش فيه أو للأمة التي ينتمي إليها، يتأثر بها ويؤثر فيها يعني. أنا الشاعر لا يتجزأ عن وطنه. طبعا شيء مهم جدا ان المبدع يهتم بقضايا الأمة وقضايا المجتمع الذي ينتمي إليه يعني. بس يعني هيخلينا الكلام دوت يأخذنا إلى عالم الحداثة صحيح. والكتابات الحديثة التي يدعي كاتبوها ومبدعوها أنه الشاعر يكتب نفسه، يعني يكتب نفسه ويعيش همومه الشخصية، وأنه عالم الذات والتغلغل داخل الذات ده كله، وانه العالم من حواليه ما بيهمهوش. يعني اعتقد انه هذا الكلام مردود عليه من عبد الناصر ومن كتاباته وكتابات حتى برضه استاذ رفعت، من اهتمام بالقضايا المحوريه اللي بتعيش حواليه، لانه لا يستطيع ان ينفصل عن المجتمع الذي يعيش فيه. على اي حال احنا هنتوقف مع هذا الفاصل القصير لعبد الناصر الجوهري ونعود اليكم مره اخرى. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم على الهواء مباشره في هذه الحلقه من الاجيال، والشاعر الكبير استاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي والشاعر الجميل عبد الناصر الجوهري. هنرجع تاني مره اخرى قبل ان نتوقف مع الفاصل. كنا نتحدث حول الصيغه التي يحاول الشعراء الحداثيون ان يضعوا فيها تصورهم لعلاقه الشاعر بالمجتمع، وانها علاقه انفصاليه وليست علاقه اتصاليه كما هو يعني طبيعي يعني وهو معروف. أستاذ رفعت، هل بالفعل يستطيع الشاعر أن ينسلخ عن ما حوله من محيط، سواء محيط صغير قريته أو مدينته ومحيطه الأوسع وهو الوطن؟ هناك مدارس في الكتابة. إذا كان المدرسة الرومانسية، فبطبيعة الحال الرومانسيون يحلقون في سماوات عليا، يبتعدون بشكل كبير عن الواقع، عن أرضية الواقع. لكن المدرسة الحديثة في الكتابة وهي المدرسة الواقعية، المدرسة التي تخرج من واقع هذا المجتمع، يستطيع الشاعر أو المبدع بشكل مطلق أن يعبر عن كل قضايا مجتمعه
عن الهم القومي كما أشرت مع الأستاذ عبد الناصر، عن الهم الشخص، عن الهم الإنساني، الهم الاجتماعي بشكل مطلق، وكلها هموم الحقيقة. إنما الباعث للمرور عليها أو للتحاور معها هو المجتمع المحيط، وهي القضايا المحيطة بالمبدع وبالكاتب بشكل عام. لكن المبدع كما قال أخي وزميلي الأستاذ الشاعر عبد الناصر الجوهري هو مرآة لمجتمعه. فإذا كانت هناك قضية ملحة في المجتمع، هم قومي ملح في المجتمع كالقضايا الحالية المعاصرة، فلا بد أن يتأثر الشاعر أو الكاتب أو المبدع وأن يطرح رؤيته الخاصة التي لا تعبر بالضرورة عن رأي الجماعة ربما بس ده برضه ليه مزالقه برضه. يعني هو المباشرة والتقريرية اللي ممكن تظهر في الإبداع الشعري إذا كان بيتناول قضية زي ما حضرتك بتشير كده، قضية قومية مثلا، يعني كلنا ما ننكرش إنه هناك تقريرية عالية جدا موجودة ومباشرة واضحة فيه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني هو شعر جميل وشعر يعني حماسي ويثير النخوة والغيرة على الوطن وكذا يعني، ولكن هو في النهاية بمقاييس الشعر هو في تقريرية وفي مباشرة، وده يغض من الفن. هو هناك بعض المبدعين لا يلتفتون إلى هذه النقطة بالذات، وهي نقطة المباشرة في الكتابة. وربما يكون الحدث من سخونة الحدث يدفع المبدع إلى الكتابة السريعة دون النظر إلى ما يكتبه، فتخرج القصيدة معبأة ومحملة بالمباشرة والتقريرية. لكن إذا المبدع فطن إلى هذه النقطة واستطاع أن يغلف قضاياه في شكل إنساني وليس في شكل مباشر، تصبح القضية أكثر إبداعية للمتلقي. يعني باختصار شديد، تغليف القضايا في شكل إنساني يبعدها كثيرا عن التقريرية والمباشرة. أما إذا وقع المبدع في مزلق التقريرية فيصبح المنبر هو أولى بالقضية من الشعر. هو ده اللي يصبح المنبر، لأن الشعر هنا لا يضيف جديد، لكن لكي يضيف الشعر جديد يجب أن يطرح في سياق إنساني وفي سياق إبداعي بشكل أوسع. طيب خلينا نسمع بقى من حضرتك قصيدة أخرى. اسمح لي أقول لك قصائد قصيرة من قراءة في كتاب الفترة. تسبحين بأوردتي موكبا للضياء المهاب، يسقط الضوء على جزر المعتمات، أصير حقول سنا واشتهاء الظلام. فإذا فرد البدر أوراقه للمساء المباغت، تهرعين لمرفأ قلبي، تنامين بالخفقات، أنام على نومك الأمنيات البراءة، أدخل روح الهيام الجميل وأطلق كل حمام الرؤى للهديل. 2. ألقاك على شرفات القلب، على سوسنة الروح، على أجنحة الذكرى، يسبح وجهك فوق صفيحات الفكر، تقوم الغصون الذبيحة من جذعها، تعتريها ارتعاشات الصحو وتسكنها خفقات الرؤى. ألقاك فيسقط فصل الخريف صريعا من شرفات الحقول، يمد الشروق جسورا من رحيل مستضاء، ومن عبق الياسمين ومن نفحات الندى، تتقاذف كل نجوم المدى، تستوي في جبين الزمان التجاعيد، وتنمو في أرحام العاقرات منى للحصاد الجميل. ألقاك إذا ما اعتراني شموخ الهديل.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، وعودة مرة أخرى إلى حلقتنا اليوم من الأجيال، والشاعر الأستاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي والشاعر الأستاذ عبد الناصر الجوهري. يعني كنا قبل الفاصل عبد الناصر بنتكلم عن الرؤية الحداثية الجديدة للقضايا وللكتابة الشعرية بشكل عام، وأين أنت من هذه الرؤية؟ والله انا بصراحه يعني انا ملاحظ ان انت بتكتب القصيده العموديه وتكتب القصيده التفعيليه، لم تخرج ولم تحد عن هذا الاطار ده يعني بيدينا رايك من غير ما تتكلم عن قصيده النثر مثلا. انا ليا اشتباك مع المصطلح ذات نفسه، يعني قصيده النثر يعني. طبعا انا مختلف مع المصطلح، يعني ليه ما نسميهاش مثلا زي ما قال الدكتور احمد درويش عصيده النثر؟ العصيده اللي هي الالتفاف والالتواء حوالين الشيء، او عصيده النثر اللي هي مزيج او خيوط من نماذج فنيه متعدده بحيث تتمشى مع الشكل اللي هم طرحوه فعلا يعني. ولكن قصد معناها الاتجاه المباشر قصيده النثر، فده خطا فادح لهم يعني حتى في المسمى. طب يعني اصل القصيده كلغه ما لا تدل بشكل مباشر على يعني في المعاجم اللغويه القصيده مش معناها شعر، القصيده معناها جاي من القصد ومقصده وكذا، صح؟ طب ايه علاقتها بقى بانها مرتبطه بالوزن؟ مال كلمه قصيده ومال الوزن؟ انا بس الازمه كلها الاخطر من ده كمان، الاخطر من ده ان انا بجرب لسه الشكل ده، ازاي اسمي قبل ما اجرب؟ المعتاد في المعامل حتى والباحثين واللي بيجربهم بيوصل لنتائج في النهايه وبعدين يسمي في الاخر يعني. هي لسه مرحله تجريب، ازاي انت بتسمي قبل ما تجرب؟ ده خطا فادح اخر يعني، مش في المسمى بس ولكن ايضا في النتائج. الاخطر من كده طبعا في اخطر من كده كمان، المرحله الثالثه مرحله اللي هي التنظير. يعني طبعا كل قراءه اخرى مقاربه، هذا مصطلح عندهم طبعا يعني. فده طبعا بينتقل من النص البشري، محاوله في النص البشري هو ليس هناك دلالات قاطعه في النص البشري او في النص الموروث الشعري، فده بينتقل للنص المقدس، فهو بيسحب واحده واحده. فده خطر جدا على التراث العربي فقط، ولكن على هويتنا احنا كعرب او كشعراء او كادباء او كهويه. فده خطر فادح. الخطر الاخطر من كده ظهور البنيويه والتفكيكيه. فطبعا البنيويه طبعا ظهرت بشكل غريب، يعني انا مش عارف يعني. لا، هو الخطر والغريب اللي بيحصل انه اللي بيشير اليه عبد الناصر الجوهري دلوقتي من ظهور البنيويه والتفكيكيه، هذه المدارس النقديه التي ظهرت واختفت في اوروبا منذ عشرات السنين الان، يعني من السبعينات وما خلاص المساله انتهت بالنسبه لهم وبقوا بيتكلموا في حاجه ثانيه، في حداثه بقى فيما بعد حداثه في الكولونياليه، وفي يعني في مصطلحات اختلفت تماما، وما زلنا نتحدث ونتناقش في التفكيكيه والبنيويه يعني اعتقد انه في مشاكل كبيره جدا في مساله النقد، وهتاخد منها وقت طويل جدا، والوقت تقريبا انتهى. بس انا قبل ما اختم هسمع كلمه اخيره من الاستاذ رفعت المرصفي ورأيه في عالم في الحركة الشعرية المصرية دلوقتي. يعني أنا هبدأ من مصطلح جميل جدا، من مصطلح يعني هو يعتبر أساس كل القضية اللي احنا بنتكلم فيها، وهو إنه المدرسة الحقيقية للشعر العربي هي القصيدة البيتية. خلينا نتفق على ان الارضيه الحقيقيه والمنطلق اللي احنا نبتنا منه او يجب ان ننبت منه جميعا كشعراء هو القصيده البيتيه، هي المدرسه الحقيقيه للشعر العربي. انبثق منها بعد ذلك قصيده التفعيله، ماشي جميل جدا وقصيده حديثه وجميله. انبثق منها قبل ذلك بقى الموشحات الاندلسيه، ثم تغيير التفعيله، ما بقتش القصيدة العمودية اللي بتبدأ مثلا بالدالية مثلا، يبقى الدال من أول بيت لآخر بيت. لا، أصبح هناك تغيير في القافية على مسافات يعني مناسبة معينة. إذا القصيدة البيتية هي الأساس. نأتي بقى إلى مسمى قصيدة النثر. أنا أعتقد أن الحكم على قصيدة النثر لن يأتي الآن في المرحلة المعاصرة. احنا هنحكم على قصيدة النثر دي بعد ما اعتقد قدامنا يمكن مش عاوز اقول عشرات السنين، مش عاوز اقول 10 سنين 20 سنة، لأن القضية ما زالت حتى اللي بينظروا ليها مش قادرين لسه يحطوا تنظيرات ثابتة لمفهوم قصيدة النثر. أنا بشكرك جدا أستاذ رفعت عبد الوهاب المرصفي الشاعر الكبير، وبشكر كمان الشاعر الجميل المتميز عبد الناصر الجوهري. أسعدتمونا بوجودكم معنا النهارده في الأجيال. كلمة بس بسيطة يا أستاذ محمود بعد إذنك، بس بالنسبة للغة كمان يعني، لن تعيش أمة بدون لغة.
لازم لابد ان نهتم باللغه العربيه ايضا يعني. أكيد. اذا كنا بنتكلم عن الحداثه في وجه اخر اللغه لابد ان ننتبه لها. اكيد. بشكرك جدا وبشكرك مره اخرى استاذ رفعت. ومشاهدينا الاعزاء كنا معكم في هذه الحلقه من الاجيال مع شاعرين جميلين رفعت عبد الوهاب المرصفي وعبد الناصر الجوهري. الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الجمعه القادم وحلقه جديده من الاجيال وابداعات جديده على شاشه قناه النيل الثقافيه. حتى هذا الموعد تحياتي لكم محمود شرف، الى اللقاء.